بالنسبه للجماعه الجزء الثاني، الجزء الثاني جاهز. انا كاتب صاحب موقف. انا خايف من السلفيين دلوقتي، يعني هعمل الجزء الثاني من الجماعه وانفذه وهو جاهز للبتاع، ولما يجي لي السلفيين عملت ايه انا؟ المشهد السياسي لابد ان يكون له تأثير على الكاتب. هو انا يعني بأناهض جماعة الاخوان ليه؟ بأناهض جماعة الاخوان، ما هم مصريين في الاول وفي الاخر، لكن لان هم عاوزين يجروا البلد كلها يعني الى طريق مسدود. فلما احس ان الورثه بتوعهم السلفيين جايين يكملوا رسالتهم والعن واشد، لازم اصاب بالاحباط. ما نقرا المشهد كويس. ما الاخوان كانوا في يوم من الايام على حجر الحكومه. 2005 ما كانوا جوه البرلمان بمباركه من الحكومه. نفس اللي بيحصل مع السلفيين دلوقتي. لابد ان تحتار يعني ترتبك. انت في حاله الارتباك الان. انا في حاله ارتباك الان. احنا فين؟ لازم يكون لنا طريق محدد وموقف واحد. لكن ده انت جيت في الدستور فرض عليك السلفيين انك دولتك تبقى بلا هويه، دوله ديمقراطيه. بينما انت لو قلت في الدستور دوله مدنيه كنت حسمت الامر. عشان كده طب هل تتفق مع الذين يطالبون الان بتعديل الدستور وهناك هجمه شرسه بعد كلمه من الرئيس؟ لا، تعديل الدستور دلوقتي في الوقت الحالي امر مرفوض حتى بعد البرلمان يعني. لا شوف، من هو انا يعني الراجل انا بحبه، هي مشكله الدستور الحالي ايه؟ انه فعلا يعني شبه الدكتور عمرو موسى. من غير دكتور. شبه الاستاذ عمرو موسى. ايوه. مليء بالموائمات ده كويس يعني ايه والتوازنات. المسألة مش كده. نعم. المسألة الدساتير لابد أن تكتب بحسم ووضوح. ده كويس. إنما أنا أقول شيل مدنية وحط ديمقراطية، ده ما ينفعش. ده كويس. ما ينفعش. الحلاوة الطحينية حلاوة طحينية، والعسلية عسلية.